تكمله طبعا لسلسلتنا الجديده واللي هي افكار ديكور، واللي هتفرق معاك قوي لو معرفتهاش قبل ما تشطب. وسواء انت هتنفذها او حد غيرك هينفذها لازم تبقى عارف الدنيا بتمشي فيها ازاي. يلا بينا دلوقتي نشوف فكره النهارده اللي هتندم لو ما عملتهاش قبل ما تشطب. يلا بينا. اهلا بكم مره تانية، معاكم الباشمهندس عبد الرحمن بكر من شركه ايفن ديزاين. فكره القناه ببساطه ان اخطاء في التشطيب بقولك خلي بالك منها، وافكار جديده بقولك اعملها وتعملها ازاي. ودلوقتي يلا بينا على فكره النهارده. لو مشوفتش الفيديو الاولاني والتاني اللي كان عن تجديد السيراميك واللي كان على الشاشه المتحركه اللي داخل الجدار، يلا روح دلوقتي شوفهم عشان توفر كتير على نفسك. ويلا بينا دلوقتي ندخل على فكره النهارده طبعا في خامه جديده كده اسمها بديل الرخام وبديل الاخشاب. انا النهارده هحاول اشرح لكم الخامه دي بتتكون من ايه، والادوات اللي هتحتاجها عشان تركب بيها الخامه دي على الجدار. وكده يبقى انت معاك عرفت الخامه دي عباره عن ايه، والادوات برضو في نفس الوقت اللي هتستخدمها هي ايه. وهيكون في فيديو برضو عن طريقه التركيب، وبكده تبقى عارف كل حاجه عن بديل الرخام وبديل الاخشاب، مش هتحتاج ان حد يركبها لك اصلا في بيتك كمان. وبرضو الفكره دي هتساعدك لو انت عندك اي حائط في البيت تقدر تنفذ عليه الموضوع ده ببساطه خالص من غير مساعده اي حد. طيب بديل الرخام ده مكون من 4 طبقات زي ما انتم شايفين كده. اول طبقه عندنا هي حمايه من الميه والرطوبه والحراره الى حد ما. تاني طبقه عندنا برضو هي الطبقه اللي بتديك الشكل اللي انت شايفه ده، وبتختاره على حسب الديكور اللي انت عايزه. تالت طبقه عندنا هي طبقه الاكريليك اللي بتدي القوه والصلابه للوح بتاعك اللي انت بتشوفه كده وانت بتركبه بتحس ان فيه قوه وصلابه. دي التالت طبقه اللي انت شايفها دلوقتي دي اللي هي بتديك القوه والصلابه دي. واخر طبقه عندنا بتكون طبقه خشنه شويه عشان تمسك في السيليكون اللي هتستخدمه وتمسك في الحائط اللي هتجلد عليه بديل الرخام ده. ودلوقتي هندخل على الادوات اللي لازم تكون معاك وانت بتركب بديل الرخام عشان تبقى ماشي صح وتعمل كل حاجه صح من البدايه للنهايه، وتاخد في الاخر الشكل الجميل اللي انت عايزه. اول حاجه عندنا اللي هي ميزان الميه، وتاني حاجه عندنا اللي هو الشاكوش بتاع البلاط عشان تدق بيه بعد ما تلزق اللوح على الجدار. تالت حاجة عندنا اللي هو سيليكون العظم أو سيليكون ألماني. رابع حاجة عندنا المسطرة الكبيرة اللي بتكون بلاستيك عشان تعرف تقيس وتقطع على حسب الفتحات اللي موجودة عندك. وطبعا لازم يكون معاك مشرط قوي عشان تقطع بيه زي ما انت عايز وتفرغ بيه الفتحات اللي انت عايزها. ولازم برضو وانت بتقطع لازم تقطع من على وش اللوح زي ما انتم شايفين كده عشان اللوح ما يبصش منك. وبعد ما تقطع الفتحات اللي انت شايفها دي بعد كده بتعبي بالسيليكون زي ما انت شايف كده. وبعد ما تعبي السيليكون كله على المكان كله زي ما انت شايفين كده، لازم تكون معاك حد يشيل معاك اللوح عشان تنقله وتحطه على الجدار. وبعد ما بتلزقه على الحيطه بتبتدي انت تدق بالشاكوش اللي معاك اللي هو شاكوش البلاط ده. في ناس بتدق بايديها بس الافضل ان يكون معاك شاكوش عشان تدق بيه لحد ما يلزق معاك قوي على الحيطه. وبكده انت عرفت الخامه دي عباره عن ايه، وعرفت الادوات اللي لازم تكون معاك عشان تركب الخامه دي. ودلوقتي هوريكم اشكال واستخدامات لبديل الرخام جميله جدا. تعالوا دلوقتي نشوفها يلا، سواء كنت هتستخدمها في مدخل العمارات او هتستخدمها في تجاليد الحوائط، او في ناس بتستخدمها برضو في الحمامات والمطابخ. الاستخدام الاكتر ليها بيبقى ورا الشاشات كمان. وزي ما انتم شايفين كده احنا هنعرض لكم هنا الصور برضو عامله ازاي عشان تشوفوا الاشكال والاستخدامات. وبكده حلقه النهارده خلصت، وبكده عرفت يعني ايه بديل الرخام اللي طالع دلوقتي. ودلوقتي برضو عرفت الادوات اللي انت محتاجها عشان تركب بديل الرخام ده. ما تنساش تقول لنا رايك في فكره النهارده في الكومنتات، وما تنساش تعمل اشتراك في القناه عشان تشوف الافكار اللي جايه عامله ازاي. وباذن الله تدينا لايك كمساعده منك للفيديو على الانتشار. اشوفكم على خير في 5 مساء من كل خميس، في امان الله.